بنتي اجت بعلامه مش عاجبني على البيت، ابني مش عم بحقق توقعاتي منه، كيف ممكن ردة فعلي تأثر على ثقة أولادي بنفسهن؟ وشو هي الآليات اللي ممكن أستخدمها لحتى أربي أولاد واثقين بذاتهن وبنفسهن؟ اليوم في حلقتنا من شؤون عائلية. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع تعزيز الثقة عند الأطفال. رنا نبلش معك بس نحكي عن تعريف شو يعني تعزيز الثقة عند الأطفال أو شو يعني الثقة بالنفس؟ قبل ما نتطرق لموضوع الثقة بالنفس اللي هو موضوع كتير واسع حسب رأيي، كتير مهم نعطي هيك لحظات قليلة اللي فيها نطرح شو يعني النفس أو الذات عند الطفل، اللي هي برأيي هي المبنى الأساسي، بنقدر نقول كمان مثل العمود الفقري بالنسبة للنفس، اللي هو وعاء اللي فيه بتصب كل التجارب وكل النظرة الخاصة تاعت الطفل عن حاله. فكتير مهم نعطي له محل ونحكي عنه. من ناحية يعني إذا بنقول ثقة بالنفس، هذا معناه شيء داخلي ولا شيء اللي أنا بتأثر فيه من اللي حوالي؟ طبعا هذا الشعور داخلي، لكن هو بتفاعل كل الوقت مع البيئة، مع العائلة، مع الأصحاب. لكن أنا بدي أقول إنه ثقة في النفس، لما نقول ثقة في النفس إنه أنا بقدر أركن، بقدر أتكئ على قدراتي، على إمكانياتي، على مواهبي، على طرقي في مواجهة الظروف ومواجهة الأحوال اللي بتصير معي. إحنا بنهاية حلقتنا أكيد الموضوع أكبر بكتير من كل اللي حكينا، بس النصائح كانت كتير مفيدة. هيك بنهاية حلقتنا كمان نصيحة صغيرة من كل واحد منكم. أنا بشوف النصيحة إنه إحنا نآمن بأولادنا. الطفل بخلق مع قدرة إنه يواجه، إنه يصمد، إنه يتحمل. ما ننظر لابننا وكأنه هو معرض إنه كل تجربة هي ممكن تكسره. نآمن فيه ونعطيه هذا الدعم. وأنا بكمل مع الإيمان، كتير مهم نطور عندنا قدرة الإصغاء للطفل لاحتياجاته، لأنه كلنا في عنا ميل للتهذيب وللتربية. فمرات كتير هذا المحل هيك بحط زي سور بيننا وبين الطفل، إنه ما نقدرش نسمع هو شو بده أو هو شو حاسس، فنصغي. أكيد. شكرا كتير لكم. شكرا لك. وبهيك انتهت حلقتنا، وبنلتقي فيكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم من شؤون عائلية.